هنتكلم مع بعض عن الوحدة الأولى الدرس الرابع اسمه جولة في محافظات مصر. ده بالنسبة للصف الخامس الابتدائي. أول معلومة ابتدائية في الدرس بيقولي تؤثر البيئة على محافظات مصر، ولكل محافظة في مصر موقع مميز على خريطة الوطن. كل محافظة ليها مساحة معينة، ليها عدد من السكان معين، زي ما احنا ظاهر قدامنا كده. عندنا محافظة الإسكندرية موقعها متميز، مساحتها معينة مختلفة تماما عن محافظة جنوب سيناء، مختلفة عن محافظة قنا من حيث عدد سكان، مساحة، موقع. كمان مختلفة عن الوادي الجديد زي ما هو ظاهر قدامنا. طبعا من حيث المساحة الوادي الجديد أكبر واحدة من حيث المساحة. أول معلومة بيبدأ يقولها لي في الدرس هو موقع المحافظة. تقع كل محافظة في مكان محدد بيميزها، ويجاور كل محافظة محافظات أخرى سواء من الشمال، من الجنوب، من الشرق والغرب. وقد تكون هناك محافظات حدودية. يعني إيه حدودية؟ يعني جيرانها مش محافظة، بالعكس ده اللي بيجاورها دولة أو ممكن يكون مسطح مائي. يعني مثلا ايه المقصود بالمحافظات الحدودية؟ هي المحافظات التي تقع على أطراف حدود مصر سواء البرية أو البحرية، وتشترك في حدودها مع دول تانية مش مع محافظات، أو تطل على مسطح مائي. زي مثلا محافظة الوادي الجديد مشتركة مع دولتين، دولة ليبيا ودولة السودان. مطروح مشتركة من ناحية الغرب مع دولة ليبيا، ومن الشمال من ناحية البحر على البحر المتوسط، والبحر الأحمر شرقها البحر الأحمر، فبالتالي هي مشتركة مع حدود، لذلك سميت بمحافظات الحدود. تاني حاجة هنتكلم عليها هي المساحة. تختلف كل محافظة من المحافظة الأخرى من حيث مساحة أو من حيث عدد السكان. يعني من حيث المساحة تختلف المحافظات من حيث المساحة. تعالى ندلل على كده. أقول له في محافظات صغيرة جدا في المساحة زي محافظة دمياط اللي ظاهرة قدامنا على الخريطة، وفي محافظات كبيرة جدا في المساحة زي محافظة الوادي الجديد. يبقى دي ظاهرة قدامنا محافظة دمياط، ودي محافظة الوادي الجديد، فطبعا باين جدا اختلاف المساحة. طيب من حيث عدد السكان تختلف المحافظات من حيث عدد السكان. تعالى ندلل على كده. هتوجد محافظات عدد سكانها كبير جدا زي محافظة القاهرة، وفي محافظات عدد سكانها قليل قوي زي محافظة جنوب سيناء. وهنا محافظة القاهرة ودي محافظة جنوب سيناء. ثالث حاجة نتكلم عليها هي الكثافة السكانية. هي متوسط عدد السكان الذين يعيشون في الكيلومتر المربع الواحد من حيث المساحة. تعد مصر أو دولتنا من الدول اللي بيحصل فيها تباين في توزيع السكان. يعني إيه كلمة تباين؟ يعني اختلاف في توزيع السكان بشكل كبير. يعني مثلا في محافظات مزدحمة بالسكان جدا، وفي محافظات ذات كثافة سكانية منخفضة جدا. اللي متلونة عندي باللون الأحمر على الخريطة دي محافظات مزدحمة جدا، أما اللي متلونة باللون الأخضر زي الوادي الجديد فدي محافظات منخفضة السكان. المحافظات المزدحمة السكان مثل محافظات الوادي، قصده هنا وادي النيل والدلتا زي القاهرة، الجيزة، الشرقية. أكيد في سبب يخلي السكان يزدحموا هنا بسبب خصوبة التربة أو خصوبة الأرض ووفرة المياه. طب إيه اللي يخلي السكان ما يقعدوش أو تكون الكثافة السكانية بتاعتهم منخفضة مثلا في المحافظات الحدودية زي الوادي الجديد اللي متلونة عندي باللون الأخضر أو جنوب سيناء؟ ده على الرغم من كبر مساحتها، ده هنلاقي بسبب قلة المياه عندهم. البيئة على أنشطة السكان بكل محافظة. تؤثر البيئة بشكل كبير على نوعية الأنشطة اللي بيمارسها السكان. تعال ندلل على كده. وقوع المحافظات على مسطح مائي، إيه النتيجة؟ إيه النتيجة؟ إن المحافظة موجودة على بحر أو محيط، يؤدي ذلك لانتشار صيد الأسماك زي محافظة مثلا الإسكندرية وبورسعيد. طب إيه النتيجة؟ إن في محافظة فيها تربة خصبة أو مية عذبة. إيه النتيجة على كده؟ هقول له يؤدي ذلك إلى انتشار النشاط الزراعي زي مثلا محافظة المنوفية، محافظة قنا، محافظة الغربية. ما النتائج على انتشار المدن الكبرى بالمحافظة؟ لما يبقى في عندي مدينة كبيرة داخل المحافظة، ده بيؤدي لانتشار العديد من المهن الخدمية اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، زي التعليم، زي الصحة، زي الشرطة، أي مهنة خدمية. زي مثلا موجود ده في محافظة القاهرة وموجود في محافظة الجيزة. طيب ايه النتيجة على وجود آبار بترول ومواد خام داخل المحافظة؟ ده بيؤدي ان النشاط اللي عندها اللي هينتشر هو النشاط التعديني زي محافظة البحر الأحمر. ايه النتيجة على وجود أماكن أثرية داخل المحافظة؟ فطبعا هينتشر عندها النشاط السياحي زي محافظة الأقصر وأسوان.
تعال نتكلم مع بعض على رحلة حول العالم. هناخد دولة اسمها دولة المكسيك، وده علم دولة المكسيك اللي ظاهر قدامنا. الموقع بالنسبة لدولة المكسيك تقع في قارة أمريكا الشمالية، والعاصمة بتاعتها اسمها مكسيكو سيتي. سيتي طبعا باللغة الإنجليزية معناها مدينة. التوقيت ما بين البلدين ما بين مصر والمكسيك، يعني مثلا لو الساعة عندنا 2 بالليل في مصر، هتكون في المكسيك الساعة 5 الصبح. ده عرفناه ازاي؟ من خلال فرق خطوط الطول اللي ما بيننا وما بينهم. ايه الخصائص الطبيعية اللي بتميز دولة المكسيك؟ دولة المكسيك مشتهرة بالجبال بتاعتها، بالهضاب، بالسهول. تتميز باتساع مساحة سواحلها على المحيطين، هي بتطل على محيطين، بتطل على المحيط الأطلنطي من الشرق، وبتطل على المحيط الهادي من الغرب. بالإضافة كمان اللي عندها خليج مشهور جدا متسمي على اسم الدولة، ويسمى خليج المكسيك. تساوي مساحة المكسيك ضعف مساحة مصر تقريبا لو جينا سيبناها من حيث المساحة. طب بالنسبة للسكان بتاعها، يتميز شعب المكسيك بأنه شعب اجتماعي جدا، وترتبط حياتهم باحتفالات كتيرة بشكل كبير. عندهم روح مرحة، محبين جدا للموسيقى، محبين للرقص. عندهم اللغة الرسمية لديهم هي اللغة الإسبانية. طيب تعالى نكمل في دولة المكسيك. ايه الاقتصاد اللي بيميزها؟ ايه المعالم السياحية؟ ايه علاقتها بمصر؟ يقوم اقتصاد المكسيك على حاجتين مهمين جدا، هما الزراعة والصناعة، وهي من أكبر مصدري الدولة. عندهم كمان فواكه وخضروات اللي بيقدروا يصدروها للعالم. العملة المكسيكية بتاعها اسمها عملة البيزو المكسيكي. المعالم السياحية اللي بتشتهر فيها قلناها قبل كده، تتعدد بالمكسيك المعالم السياحية مثل هرم كوكولكان الذي يعود لحضارة المايا. ايه علاقتها بمصر؟ السؤال ده ممكن يجيلي. دلل على علاقة مصر بالمكسيك، أو لو شهدت العلاقات ما بين مصر والمكسيك تعاون ثقافي وتعاون سياحي، ما بيننا حد بيروح لهم من عندنا من مصر سياحة، حد بيجي لهم من المكسيك عندنا في مصر تعتبر سياحة، فاحنا الاتنين ما بيننا سياحة كبيرة. بكده يا شباب نكون خلصنا الدرس وخلصنا رحلتنا إلى المكسيك. إن شاء الله نلتقيكم في رحلات جديدة وفي درس جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. كده يكون خلصنا الوحدة الأولى لجريد 5.